إلهي وخالقي يا عالم بما يكتم المرء وما يعلن، سبحانك اللهم يا سامع الأصوات إذا ما هتف المؤمن، أجر ضعيفا يحتمي بحماك ونجنا من آلام القلب وما يحزن. اللهم لا تكلنا إلى حولنا وقوتنا، وارحم عجزنا فقد ضاقت صدورنا بهمومنا. اللهم أحينا في هذه الدنيا مؤمنين طائعين، وتوفنا مسلمين تائبين، وارزقنا الصبر عند القضاء، وأكرم أمواتنا بمنازل الشهداء. يا صباح السكر، يا صباح الفل، يا صباح الياسمين، يا صباح العسل على الناس العسل. صباح الفل عليكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ وحشتوني طبعا جدا جدا جدا. فيديو جديد مع بعض ويوم جديد مع بعض، بس الاول كده اثبتوا لي وجودكم باللايك والشير وسبسكرايب للقناه لو اول مره تشوفيني، وفعلي زر الجرس يوصلك اشعار بكل فيديو جديد احنا بننزله مع بعض. ويلا بينا نخش على الفيديو بتاعنا على طول، ومتنسوش الصلاة على الرسول تحت في كومنتات عشان ناخد حسنات كلنا مع بعض. حبايب قلبي، بدأنا الروتين بتاعنا بغرفة النوم الصغننة دي، بس فيها شوية كركبة كتير كده عايزين نظبطها مع بعض. وأقول لكم أنا بقالي كام يوم ما نزلتش فيديو ليه، وقلة نزول الفيديوهات ليه عشان ناس كتير سألت عليا. شكرا 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 من قلبي فعلا ان انتوا بتسألوا عليا. تعالوا بس الاول كده نشوف هنعمل ايه في الاوضه بتاعتنا النهارده، واحنا شغالين كده هنقول كل حاجه بالتفاصيل. اول حاجه كده انا هعمل في الاوضه روتين بسيط خالص، مش هشيل سجاد ولا اي حاجه علشان حرفيا ما كنتش قادره اعمل حاجه خالص. ليه بقى يا نهى؟ هنقول السبب دلوقتي حالا. بصوا، اولا كده الدنيا متلخبطه معايا اليومين دولت خالص، مش عارفه في ايه بصراحه. يعني انا طلعت معاكم اللايف اللي كنا بنجهز فيه الحواوشي، وكنت يوميها حرفيا كان بادئ عليا التعب، كنت داخله على دور برد شديد. وبعد كده بيومين قمت يعني الحمد لله بقيت كويسه وتمام وفل واي وكل حاجه. وقمت سجلت لكم، عملت معاكم فيديو اللي انا روقت فيه غرفه الصالون بتاعتي والفيديو اللي فات يعني، وعملنا فيه شغل حلو قوي. وقلت هكمل بقى ايه الشقه، والحمد لله بقيت كويسه. ايه بقى اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ لقيت ضرسي بيوجعني، لقيت وشي كله وارم وضرسي بيوجعني ومش طايقه. يعني بصوا اقول لكم، انام ولا اقعد ولا اقف ولا اعمل اي حاجه. لقيت وشي وارم و... ومش عارفه اكل، مش عارفه اشرب. يعني بصوا، ربنا يكفينا كلنا وجع السنان. وجع السنان اصعب حاجه في الدنيا. الواحد ممكن يستحمل اي وجع في الدنيا الا وجع السنان. فقلت خلاص بقى انا هروح، يمكن عايز يتحشي ولا اي حاجه. فقلت ايه بقى، اروح لدكتور السنان. ويا ريتني ما رحت للدكتور السنان يا جماعه. وخلاص بقى بحسبه ضرس عادي، لان مش كان يعني ما كانش ضرس العقل خالص اللي تعبني. كنت مفكره ضرس عادي خالص. رحت للدكتور قال لي لا ده ضرس العقل ولازم يتشال حالا. فخلاص قعدت بقى ايه كده تحت ايد الدكتور، وقلت خلاص هشيله وخلاص، يعني ده ضرس زي اي ضرس. وانا يعني ايه، كنت شايله ضرسين قبل كده، فيعني ايه ما كنتش حاسه بيهم، ما كنتش حاسه بوجعهم خالص خالص خالص. يعني كانوا شويه وجع بسيط كده، مش زي المره دي خالص. الدكتور بقى يديني اول حقنه بنج، مش عايز اقول لكم بقي ما نملش خالص، ما عملش اي حاجه. التانية ما عملتش اي حاجه، التالتة ما عملتش اي حاجه، الرابعه خلاص بقى الدكتور يئس مني كده وزهق مني وقال لي ايه خلاص يا مدام نهى قومي روحي، وانا هديكي حقنة تاخديها قبل ما تيجي مثلا بثلاث اربع ساعات، وتجيلي ناخد بنج تاني ونشوف ايه موضوع قلة التنميل ده، ونشوف يعني هنعمل ايه وكده. واسألي لي برضو الدكتور بتاعك اللي انت ماشية معاه ايه اللي ينفع معاكي، علشان خاطر ان احنا نعرف نخدر بقك ونشوف الدنيا عاملة ايه. قلت خلاص ماشي تمام. عايزة اقول لكم بقى يا دوبك انا نزلت تحت يعني تحت الدكتور صيدلية، وقلت خلاص هجيب الحقنة واخدها، وتاني يوم هروح للدكتور. قسما بالله ده اللي حصل. يا دوبك بس الهوا الساقع كده انا شميت نفسي كده، وجبت الحقنة وخلاص همشي اروح، ببص لقيت بقي بادئ ينمل. اه والله رجعت تاني للدكتور.
كان خلاص في حالة دخلت. قلت للدكتور انا بقي نمل. عايزه اقول لكم ان هو الدكتور بقى شغال في الحالة اللي تحت ايده بسرعة بسرعة، يعني ما صدق ان انا بقي نمل بقى وخلاص هيخلع لي الضرس بقى، خلاص مش نافع. فالدكتور ما صدق ان انا بقي نمل، فبقى يشتغل زي ما بقول لكم بسرعة جدا. آم، يعني في المريض اللي تحت ايده او الحالة اللي تحت ايده عشان يخلع لي الضرس وانا بقي منمل كده ويلحقني بسرعة. دخلت عايزه اقول لكم ان الضرس طلع 5 أو 6 حتت متفرفت، مسوس جدا وحش جدا. عايزه اقول لكم قعد فحفر كتير، شال كل حته لوحدها. والجذور اللي جوه عايزه اقول لكم كانت يعني اللي هي متنيه ومحفوره جوه السنان كده جوه اللثه. يعني عايزه اقول لكم شفت عذاب عمري ما شفته في حياتي، على قد الوجع اللي انا بشوفه من تعبي على قد ما شفت وجع في حياتي. في اسناني كلها قد الضرس ده، بجد حقيقي ربنا يكفيكوا شر وجع السنان. اهو اوحش حاجه في الدنيا ان انت ممكن سنانك توجعك. فبصراحة كنت قعدت 3 4 ايام بعد نزول الفيديو ده، بصوا ما بتكلمش، ما باكلش، ما بشربش، يعني ممكن اشرب مية واخد المضاد حيوي بالشفاطة. بقي ما كانش بيتفتح لحد النهاردة. يعني انا عايزة اقول لكم انا ما صدقت ان بقي بدأ يتفتح شميت نفسي كده، قلت بقى اما اقوم اعمل معاكم روتين حلو كده واشوف الولاد واشوف الدنيا اللي حواليا كده فيها ايه، واسجل معاكم الفيديو واقول لكم على اللي حصل معايا علشان تتعظوا. اما تلاقوا حاجه في سنانكم وجعاكوا على طول جري تروحوا للدكتور السنان، وبلاش اكل حلويات، ويا ريت نحافظ على غسل سناننا. عايزه اقول لكم ان انا يعني ايه من الناس اللي مش مهتميه قوي بغسل اسنانها قوي، يعني مش اللي هو حرفيا كل يوم ممكن اغسلها الصبح وبالليل. انا ممكن اغسلها مره الصبح بس، بالليل لا. فطلع ده غلط خالص، لازم نغسلها الصبح وبالليل، ولازم نتعود على الموضوع ده. وفي ناس سبحان الله بتغسل سنانها الصبح وبالليل وموليها خالص. وكان في حالة كده عند الدكتور لما كنت قاعدة بتكلم معاها وكده، قالت لي انا حرفيا بغسل سناني مولياها جدا بس سناني بتسوس برضو، وباجي اخلع سنان وباجي احشي سنان عادي. يعني مش بموضوع الغسيل بس، احنا نعمل احتياطاتنا ونغسل اسناننا برضو ونحافظ عليها. أم، ما صدقت اليوم ده بقى ايه ان انا خدت طاقة كده، فقلت بقى اما اقوم كده اشوف الشقة فيها ايه والولاد عملوا فيها ايه واطبخ لهم اكلة حلوة كده بيحبوها. ورد فعلهم بصراحة لما قمت كده وطبخت وشفت الدنيا فيها ايه، بصراحة بيبقوا محتاسين جدا من غيري. ربنا يا رب ما يحرمني منهم ولا يحرمهم مني. بصراحة الأم في البيت نعمة يا جماعة. الولاد بتبقى متشردة وجوزك بيبقى محتار يعمل ايه للولاد، والدنيا بتبقى حقيقي الدنيا بتبقى صعبة جدا. ربنا يشفينا جميعا ويشفي أولادنا ويخليهم لنا ويخلينا ليهم ونعيش بحسهم ويعيشوا بحسنا. اول بقى ما حسيت ان انا بقيت كويسه زي ما قلت لكم، قمت بقى اشوف الشقه بتاعتي. فدخلت اوضه ابني كده، لقيتها بصراحه متكركبه شويه لا شويتين 3 كده. فقلت يلا بقى يا نهى ايه، امي كده ايه روقيها ونضفيها وكنسيها بالمكنسه كنسه حلوه ولمعيها. ببص لقيت الصاله زي ما انتم شايفين كده كانت هي كمان متبهدله وعايزه تغير الفرش بتاعتها. وقلت ايه ما اغيرها بالمره هي والاوضه واشغل عليهم الغساله. زي ما انتوا شفتوا كده روقناهم ونضفناهم وغيرنا الدفايات بتاعتهم وكنستهم كويس جدا ولمعت الحتت الفاضية، وكمان شلت الحافظات من على الارض وكنست بالمكنسة كنسة كويسة. وبعد كده رحت سايباهم بقى وداخلة على البلكونة. زي ما انتوا شايفين كده البلكونة فيها كمية كركبة، ان شاء الله هنضفها مع بعض ونعمل فيها حاجات حلوة قوي قوي مع بعض، بحيث ان هي تبقى اروق من كده او ابسط من كده، عشان بصراحة بتدوخني في التنظيف. يعني انا دلوقتي بلمعها كده على الماشي من يعني ايه ما يبقاش فيها تراب خالص على الارضيه وخلاص. انما تحت بقى الكركبه والحاجات دي اما باجي اشدها واجي اعملها بصراحه بتدوخني قوي قوي قوي، يعني بتاخد معايا وقت. فانا مش عايزاها اما اجي كل ما اجي امسحها احس ان هي ايه فيها كركبه او تاخد مني وقت. فقلت ايه بقى اعمل معاكم روتين حلو قوي قوي فيها. بس ايه انتوا شجعوني تحت كده في الكومنتات، وحابه اشكر الناس الحلوه اللي دخلت معايا لسه جديده وتشوفنا اول مره على القناه وبتكتب لنا كومنتات حلوه.
ربنا يخليكم ليا، ويا رب اكون عند حسن ظنكم. والناس اللي عجبها موضوع اللايفات ده يا ريت تتفاعلوا معايا على المنتدى، بنزل حاجات حلوه قوي قوي على المنتدى بس انتوا مش بتتفاعلوا معايا. ولو حابين موضوع اللايفات ده يا ريت تكتبوا لي على ميعاد معين ان احنا نطلع فيه لايف يوم معين او وميعاد معين، تمام كده؟ عشان انا ببقى بفتح اللايف وما بلاقيش حد بصراحه، ببقى حاسه ان انا بكلم نفسي كده، فالفيديوهات بالنسبه لي بتبقى يعني ايه احسن بكتير. فانتوا اتفقوا بقى مع بعض كده واكتبوا لي على المنتدى تحبوا اليوم يوم ايه، او انا هنزل سؤال على المنتدى كنت نزلته قبل كده، تحبوا يوم ايه نطلع فيه لايف، ويا ترى الساعة كام، ويا ترى الصبح ولا بالليل؟ تمام كده، تمام كده. خلصت بقى الشقة بتاعتي كده ورتبتها ونظمتها. عايزه اقول لكم ان انا عملت كمان غرفة البنات وغرفتي في اليوم ده، بس ايه ما صورتهاش معاكم، بس هنزلها لكم ان شاء الله في الفيديو في يعني في الايام اللي جاية. قلت بقى اما ادخل اعمل الغدا كده الحق نفسي بسرعة بسرعة كده قبل الولاد ما يجوا بقى ايه من المدرسة. فقلت ايه عندي لحمة مفرومة كده، عندي حوالي كيلو وربع من اللحمة المفرومة، ورحت مقشرة 3 4 بصلات حلوين كده، وقرنين فلفل كده، واحد حار وواحد بارد، وطماطمايه، وكمان شوية خضرة كده كانوا متفرزين عندي في الفريزر لان ما كانش عندي صابع. فرحت حطهم كلهم في الكبة كده، وحاطه بقى ايه البهارات اللي انا بحبها، شوية بهارات مشكلة كده او 7 بهارات، وملح وفلفل وسنة صغيرة من الشطة كده، لو حابة مش حابة خلاص احنا هكتفينا بالقرن الفلفل الحار. حطي بقى اي بهار انت بتحبيه حطيه، بس انا بحب ايه السبع بهارات المشكله، وكمان بحب الفلفل والفلفل الاسمر، بحب الفلفل الاسمر في الاكل يكون كتير، وبحب الملح، وزي ما قلت لكم الشطه، وحطيت معلقه من دبس الرمان كده يديني طعم ويديني تيست لصينيه اللحمه بالبطاطس النهارده. تبلت بقى اللحمة معايا كده في ثواني وضربتهم مع بعض ضرب جامد كده، لتتها يعني زي اكني بعجن لحد ما اطلع لها انسجة اكني بعمل كفتة بالظبط. بس الكفتة بنصفي لها البصلاية هنا انا سبتها كلها زي ما هي، لان هي هتدخل معايا في الفرن، او انا افردها في صينية تدخل معايا في الفرن، وهبقى محتاجة المية اللي هتنزل منها عشان تسوي لي البطاطس اللي انا هحطها تحتيها. هنشوف شكلها دلوقتي مع بعض واحنا بنعملها. فحطيتها بقى في جنب كده تشرب من التوابل بتاعتها، وغسلت ايدي غسلة كويسة، وبعد كده جبت 3 4 بطاطسات كده، هم مش 3 4 هم 5 6، عشان احنا بنحب البطاطس تحتيها تكون يعني كميتها كبيرة، لان احنا بناكلها بعيش، يعني ايه بنحب نغمس بيها كده بتبقى لذيذة وطعمها حلو قوي. قشرت البطاطس اللي معايا هغسلها غسلة محترمة كده تحت المية، ولو فيها اي حاجة تانية عايزة تطلع كده مش واخدة بالي منها فهروح واعملها يعني ايه منضفاها كويس جدا. وبعد كده همسك البطاطس بتاعتي اعملها بقى طرنشات كده تكون سميكة شوية عشان ما تتهريش معايا بسرعة تحت اللحمة، ويبقاش يعني ايه كله معجون في بعضه كده. لا، انا هعملها سميكة عشان يدوبك اللحمة المفرومة تستوي، تكون البطاطس استوت، وتكون كل قطعة طالعة مع اختها كده ايه، يعني يبقى شكلها منظم ومرتب كده في قلب الطبق يعني ايه واحنا بنغرفها. تمام كده، هنقطعها زي ما انتوا شايفين كده، وبعد كده هديها شطفة كمان، وبعد كده بقى اجيب الصينية بتاعتي ونبدأ نرص البطاطس تحت في الصينية زي ما انتوا شايفين كده. وبعد كده هنحط عليها طبقة من اللحمة المفرومة، وبعد كده هحط عليها طبقة من الطرنشات بتاعة الطماطم، وبعد كده رشة خضار بقى، لو يا ريت يعني لو الخضار عندك صابح تحطيه، ما عندكيش صابح ما يهمناش اي حاجة خالص، ونحط رشة كده من اللي احنا مفرزينه في قلب الفريزر، مش هيحصل له اي حاجه، كده كده هيدخل معانا الفرن وكده كده هيستوي يعني مش هيجرى له اي حاجه. وهحط معلقه زيت زيتون كده او معلقه زيت ذره زي ما موجود عندك، وهروح مدخلاها الفرن. اهو انا بدي هنا رشه للبطاطس، رشه ملح ورشه فلفل عشان طبعا ابهر البطاطس بتاعتي. طبعا اللحمه بتاعتي فيها بهارات بس ايه انا بحب ادي للبطاطس بتاعتي رشه من الملح وفلفل كده عشان ايه ابهرها معايا. هنرجع بقى لموضوع الفرن. طبعا كل ده هيسيح مع بعضه في قلب الفرن وهيستوي، يعني مش هيبان الخضار ان كان صابح او بيت، لان كله هيستوي في بعضه. درجة الحرارة هعلي النار اول ربع ساعة كده تنزل ميتها، وبعد كده هروح بقى ايه موطية عليها النار خالص. عايزة اقولكم ان انا بغطيها، لو ما عندكيش غطا يقضي الصينية غطيها بورق زبدة وبعد كده ورق فويل. انا عملتها بورق فويل على طول لان ما كانش عندي ورق زبدة، واحنا
بناكلها بالعيش، بجهز جنبها طحينة، بقطع طماطم، بقطع خيار، يعني بجهز لها يعني جميع اشكال الحاجات. اتبقى معايا قطعة من اللحمة المفرومة ما يهمناش خالص، بناخدها نشيلها في قلب كيس. وطبعا لما نيجي نعمل اي حاجة تانية بنبقى محتاجين لحمة مفرومة، او يعني بيبقى عايزين ساعات كده اي حتة من اللحمة المفرومة نحطها على اي حاجة كده دي تنفعنا. هنقطع بقى الطماطم على الوش كده زي ما قلت لكم، دي خطوة اختياري مش اجباري خالص. يعني مش حابة تحطي طماطم ترنشات كده على الصينية بتاعتك، بس هي بتديها طعم. وعايزة اقولك طعم الطماطم بيبقى حلو جدا جدا جدا. في الصينية دي تاكلي الطماطماية بحتة لحمة كده ببطاطساية، بتبقى في منتهى الجمال، ورشة الخضار كده ومعلقة الزيت، وهندخلها الفرن. وبعد كده هنشوفها مع بعض شكلها عامل ازاي. وطلعت من الفرن كنا حضرنا بقى ايه، شايفين كشت ازاي، والبطاطس كمان كشت. عملنا ايه بقى، طحينة، طلعنا طماطم، عندنا جرجير، عندنا بصل اخضر، عندنا شوية فلفل كده يعني حادقين كده متحدقين. وده كان غدانا النهاردة بألف هنا وشفا على قلوبكم. وكل يجرب الوصفة يرجع تاني ويكتب لي فيه الكومنتات ويقول لي رأيه فيها ايه. طبعا في منتهى الجمال. وطبعا لو وصلت معانا لحد هنا احب ان انا اشكرك ان انتي بتوصلتي معانا لحد هنا. وما تنسيش تحطي لي لايك وتعملي لي شير للفيديو كتير عشان يوصل لاكبر عدد ممكن. وكمان تكتبي لي كومنت كده تحت بالصلاة على الرسول ودعوة منكم كده ليا بالشفاء. ربنا يشفيني ويعافيني ويشفي اولادنا ويشفيكم جميعا. وطبعا لو اول مره تشوفيني إيه بقى، حطي لي بقى ايه اشتراك للقناه كده من الزرار الاحمر اللي تحت، او من كلمه اشتراك اللي موجوده تحت. وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد احنا بننزله مع بعض. واشوفكم في فيديو جديد، مع السلامه.